اتكتب كتابي على الشخص اللي قعدت طول عمري ادعي ربنا بيه بالاسم، وكنت دايما بدعي باسمه على اساس ان هو ده كل فرحتي وسعادتي. ولما اتخطبنا قعدنا شهر واحد وبعدين كتبنا الكتاب. كنت خايف انه يضيع مني وهو ما كانش بيصلي، بس انا قلت هغيره وهقربه من ربنا بعد الجواز. وفي يوم قال لي انا عازمك على العشاء، البسي احلى حاجه عندك عشان هنقابل اصحاب. فانا فرحت جدا وجهزت نفسي، فطبيعي لبس واسع لان عندي حياء وبتكسف، فلبست جيبه وطرحه طويله شويه. ولما جه ياخدني قال لي ايه ده يا بنتي انت لسه لابسه ده؟ افتكرته معجب بلبس، لقيته بيقول لي ايه الهلاهيل دي، ما تلف الطرحه عادي وتلبسي بنطلون شيك كده زي البنات. انا اتصدمت وحسيت بكسره نفس مش طبيعيه، حبست دموعي ونزلت معاه. وصلنا للمطعم ولقيت ترابيزه مليانه شباب وبنات، قربنا منهم واول ما شافوني قالوا لي مالك يا بنت، ايه لبس مامتك اللي انت لابساه ده؟ توقعت انه يرد عليه، فبصيت عليه كده لقيته كانه مكسوف مني. قلت اعدي الليله وخلاص. لقيت القعده كلها هزار بالايد والشتايم بين البنات والولاد، وحسيت اني مخنوق. قمت قلت له انا همشي. قال لي ليه لسه بدري؟ قلت له هتوصلني ولا اروح لوحدي؟ وفعلا وصل. ودخلت اوضتي وقعدت اعيط جامد جدا. اللي بدعي بيه طول عمري مش هو الشخص اللي فاكراه او بتمناه. نمت وحلمت ببابا في الحلم بيحضني، وكان بيقول لي يا بنت اللي ما يخافش ربنا ويحاول يوصلك ليه مش هيخاف عليك. صحيت من النوم رنيت عليه، لقيت بنت بترد عليا وبتقول لي مين؟ قلت لها انت اللي مين؟ انا مرات. ضحكت وقالت له خد يا ابن الحكومه. كلمني وقال لي ايه يا بنت فينك؟ ده انا رجعت بعد ما وصلتك ورحت سهرت مع الشله، فاتك حرفيا نص عمر. حسيت اني بكلم حد غريب معرفوه، وبدون تفكير قلعت الدبله وبعت له كل حاجته على بيت. واتعلمت ان ادعي ربنا دايما بالخير، لان فعلا ما اعرفش الخير فين. احنا نظرتنا قصيره لكن ربنا هو علام الغيوب.